فعلا هتشوف في الشركة موظفين زمايلك إمكانياتهم وكفاءاتهم ضعيفة، وده هيخليك على طول محتار وبتضرب كف على كف وتقول حظ. بس خلي بالك دي سنة الحياة، مش مهم تلاقي النماذج دي في شغلك، المهم تتعامل معاهم ازاي. وخلي بالك الموضوع ده هيختلف تماما لو الناس دي في سينيور بوزيشن عن جونيور بوزيشن. الراجل اللي كان ليه فضل عليا وغير حياتي 38 درجة. ايه 38 درجة دي؟ لو الموظف البطيخة ده زميلك هتلاقيه نوع من الأربعة دول. انت بتستخبى ده في ناس كتير قوي جوه. يا حيطة دارين، وده هتلاقيه موظف ماشي جنب الحيط مفيش منه مشكلة إلا لو استطه، هتلاقيه بيتحول ويهاجم بغشومية، سيبه في حاله. اللي بياكل عيش ده قريب قوي من يا حيطة دارين، ده اللي بيجي الصبح يعد الساعات لحد ما بيخلص، وممكن يعمل أي حاجة المهم ما يترفتش. حتى لو هيعمل شاي والأوفيس بوي غايب تلاقيه غلبان كده وصوته واطي. العصفورة معروف ده طبعا، ده حله ما تدهوش إلا المعلومة اللي عايز توصلها لمديرك، وخد بالك المديرين بيحبوه جدا. الخوازيق، وده بقى الخطير لانه بيعيش ويتكاثر على انه يصطاد الاخطاء حتى لو صغيره، ولو صغيره هيكبرها، وده دايما خليك معاه على الحياد، وتجنب دايما ان انت توصله للقشه اللي هيبني عليها الخازوق.